في 28 أبريل 2026 قراراً تاريخياً بالانسحاب من منظمة أوبك وتحالف أوبك بلس، ليسري القرار رسمياً اعتباراً من اليوم الأول من مايو 2026. على مكتوب 8 زوايا قرار الانسحاب أبريل 2026. يمثل هذا القرار تحولاً جذرياً في سياسة الطاقة الإماراتية بعد 59 عاماً من العضوية انضمت عام 1967. تاريخ التنفيذ: يبدأ الانسحاب رسمياً في الأول من مايو 2026. الهدف الاستراتيجي: التحرر من قيود حصص الإنتاج لتسريع استغلال القدرة الإنتاجية المتزايدة، تستهدف الوصول إلى 5 ملايين برميل يومياً بحلول 2027. الاستقلالية: أكد وزير الطاقة سهيل المزروعي أن القرار اتخذ بشكل مستقل لخدمة الرؤية الاقتصادية طويلة الأمد. الفرق بين أوبك وأوبك بلس: لفهم أبعاد القرار يجب التمييز بين الكيانين اللذين انسحبت منهما الإمارات. 1. منظمة أوبك وبك. التأسيس 1960. الأعضاء الحاليون بعد انسحاب الإمارات 11 دولة، أبرزهم السعودية، العراق، الكويت، إيران، فنزويلا. الدور: تنسيق السياسات النفطية لضمان استقرار الأسعار وتأمين دخل ثابت للأعضاء. 2. تحالف أوبك بلس وبك زائد. التأسيس 2016. التكوين: يضم دول أوبك 11 بالإضافة إلى 10 دول حليفة أبرزهم روسيا، كازاخستان، وعمان. الدور: السيطرة على العرض العالمي، يتحكم بنحو 40% من إنتاج النفط العالمي لمواجهة تقلبات السوق الكبرى. مصباح كهرباء الأسباب والتداعيات. فائض الإنتاج: تمتلك الإمارات طاقة إنتاجية معطلة تقدر بنحو 1.6 مليون برميل يومي بسبب قيود الحصص، وتريد استغلالها لزيادة العوائد. انخفاض تكلفة الاستخراج: تعد تكلفة إنتاج النفط في الإمارات من بين الأقل عالمياً، مما يمنحها ميزة تنافسية خارج التحالف. تأثير السوق: يتوقع المحللون أن يؤدي الانسحاب إلى زيادة المعروض النفطي العالمي، مما قد يضغط على الأسعار للأسفل على المدى المتوسط. مكبر صوت: نقطة هامة: بانسحاب الإمارات تفقد أوبك نحو 15% من قدرتها الإنتاجية، مما يضع التحالف أمام تحدي الحفاظ على تماسكه وقدرته على توجيه الأسعار.